السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا. لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة برحب بكم في كل مكان وفي اي مكان. وجودكم نورني ومشرفني. النهاردة ان شاء الله باذن ربنا احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا. بس قبل ما ابدا عايزاك كلكم تصلوا على رسول الله وتكتبوا اي حاجة فيها ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وعشان القعده بتاعتنا ناخد فيها حسنات وما تنسونيش في لايك حلو تحت الفيديو. اللايك دعم منك للقناه بيرفع الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. كمان هو تشجيع منك ليا فما تنسونيش في احلى لايك من ايديكم الحلوه يا احلى واغلى اخوات. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم واكون ببشركم بالحاجات اللي تفرحكم ان شاء الله باذن ربنا. السنه دي او سنه 2023 خلاص هي على الابواب، يعني جايه على الابواب. فانا هقول لكم الشهور المناسبه للحمل في ولد والشهور المناسبه للحمل في بنت سنه 2023 باذن رب العالمين. طبعا قبل ما ابدا انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. ودي انا حابه ان انا اوضحها او حابه ان انا اقولها. اولا لا يعلم الغيب الا الله. دي مجرد توقعات واحنا بنتوقعها ومجرد حاجات احنا بنبدا ان احنا نقولها او بنتوقعها وبنستبشر منها نوع الجنين او بنقدر ان احنا نعرف منها. طبعا بناء عن علم الفلك او كوكب او حركة الكواكب. علم الفلك ده علم كبير جدا، علم بيدرس. تمام. فبناء عن علم الفلك انا ببدأ ان انا اعمل حساب معين، بقدر اعرف اكتر شهور لها فرصة لو حصل حمل فيها هيكون لك فرصة للحمل في ولد، وبقدر اعرف اكتر شهور لو حصل حمل فيها بيكون لك فرصة حمل في بنت. فانا حابة ان انا اقول لكم من طبعا يعني في الاول وفي الاخر هو العلم لله، ودي حاجة لازم انا اقولها. وربنا ليه يد في كل حاجة، ربنا قادر على كل شيء. ولكن احنا لازم نقول توقعات او لازم نقول الحاجات دي عشان في ناس كتير بتكون حابة ان هي تعرف اكتر شهور في السنة الجديدة بيكون لها فرصة للحمل في ولد لو حصل فيها حمل، واكتر شهور هيكون ليكي فرصة حمل ببنت. بمعنى ايه؟ او نوضح لكم اكتر معنى الكلام ده ايه. معنى الكلام ده ان انت لو الشهور دي حصل فيها حمل او حصل فيها اخصاب بيكون نسبة الحمل في بنت اكتر. والشهور التانية اللي انا هقولها لك للولد لو حصل فيها الحمل او حصل فيها الاخصاب هيكون نسبة حملك في ولد اكتر. فطبعا عشان عارفة ان في ناس هنا في القناة بتكون متابعة معايا من موضوع الحمل في ولد او الحمل في بنت، سواء كان في الوصفات او في الطرق اللي انا بقولها هنا في القناة. فمن ضمن الحاجات الحسابات المعينة. طيب اول حاجة الشهور اللي لها فرصة حمل في ولد. يعني انت لو حصل حمل معاكي في الشهور دي هيكون حملك في ولد اكتر ما يكون حملك في بنت. اول شهر هو شهر يناير. شهر يناير بنسبة كبيرة جدا هيكون فرصتك للحمل في ولد اكتر بالنسبة لناس كتير جدا. طيب ده بنحدده بناء عن ايه؟ بناء ان انت لو حصل الحمل في ايام فرديه في شهر يناير، يعني لو جيتي في شهر يناير حصل معاكي الحمل في ايام فرديه زي يوم 1 او يوم 3 او يوم 5 او يوم 7 وهكذا، ده بيكون نسبة حملك في ولد اكتر. يبقى شهر يناير دي اول حاجة. شهر مارس من ضمن الشهور اللي لو حصل فيها حمل او حصل فيها اخصاب هيكون نسبة حملك في ولد اكتر ان شاء الله. طيب نيجي للشهر اللي بعد كده، هو شهر يعتبر اللي هو شهر مايو او شهر 5. برضو من ضمن الشهور اللي ليكي فرصة حمل في ولد اكتر. وانا ما بقول لك فرصة حمل في ولد اكتر يعني ركزي على الايام اللي هي بتكون ايام فردية، يعني الجماع يحصل في ايام فردية. طب في ناس هتقولي طب انا يوم التبويض معايا ممكن يوافق في ايام زوجية. لو وافق معاكي في يوم زوجي خلي الجماع يحصل بعد الساعة 12 يبقى بداية يوم جديد. تمام، يبقى كده دخلتي على يوم فردي. طيب نيجي بقى للشهر اللي بعد كده هو شهر 7 او شهر يوليو. الشهر اللي بعديه هو شهر 9 او شهر سبتمبر. دي شهور الحمل في ولد. يبقى شهر يناير اللي هو 1، شهر مارس اللي هو 3، شهر مايو اللي هو 5، شهر 7 اللي هو يوليو، بعد كده شهر 9 اللي هو سبتمبر، وشهر يعتبر 11 اللي هو نوفمبر.
دي الشهور اللي هيكون ليكي فرصة اكتر للحمل في ولد لو حصل فيها المباشرة او حصل فيها العلاقة باذن رب العالمين. طيب نيجي بقى للشهور اللي حمل البنت. طبعا الشهور اللي حمل البنت اللي هي شهر فبراير اللي هو شهر 2، ويعتبر كمان شهر ابريل اللي هو شهر 4، شهر يونيو اللي هو شهر 6، وشهر اغسطس اللي هو شهر 8، وشهر اكتوبر اللي هو شهر 10، وكمان الشهر اللي هو يعتبر ليكي فرصة للحمل في بنت كمان اللي هو شهر ديسمبر اللي هو شهر 12. كل الشهور دي ليكي فرصة اكتر للحمل ببنت، والشهور الاولانية اللي انا قلتها هيكون ليكي فرصة اكتر للحمل في ولد. فعلى حسب لو عايزة حمل في ولد او عايزة حمل ببنت ركزي على الشهور اللي انا قلتها، لو عايزة حمل في ولد ركزي على الشهور التانية اللي انا قلتها، لو عايزة حمل ببنت هيفرق معاكي جدا طريقة الحساب دي. وكمان بنسبة كبيرة جدا لو حصل الجماع في ايام زوجية في الشهور اللي انا قلتها للحمل ببنت هيكون حملك في بنت، لو حصل الجماع في ايام فردية في الشهور اللي انا قلتها للحمل في ولد هيكون حملك في ولد. ده بناء عن ايه؟ بناء عن علم الفلك، وعلم كبير جدا ويدرس. وعايزه اقول لكم ان في ناس كتير مش بتعتقد في علم الفلك او بتقولي ان دي ممكن تكون حاجات خزعبلات او ملهاش اساس. عايزه اقول لكم ان علم الفلك ده علم كبير جدا وبيدرس. انا مش بقول حاجه في علم الغيب، يعني مش بقول لك مثلا انت مستقبلك ايه ولا دنيتك ايه ولا هيحصل ايه. انا بقول ان الشهور دي اكتر بتكون شهور اخصاب، تمام، وفي شهور مناسبه للبنت وفي شهور اكتر هتكون مناسبه للولد. فالشهور اللي فيها اخصاب اكتر للحمل في ولد انا قلتها، والشهور اللي فيها اخصاب اكتر للحمل ببنت انا قلتها. يا رب يرزقكم الخلفه التامه المعافاه، ودي اهم حاجه، الخلفه السليمه التامه المعافاه. ويا رب يكرمكم جميعا الذريه الصالحه، ويرزقكم جميعا باللي تتمنوه سواء الولد او البنت، كلها نعمه من عند ربنا. ويا مرحب طبعا باللي يجي من عند الله. دي هديه ربنا بيقدمها لنا او ربنا بيديها لنا، فاحنا اكيد فرحانين بهدايا ربنا او بعطايا ربنا. وربنا يا رب يجعلنا من الشاكرين الحامدين المصلين اللي بنعبد ربنا وبنشكره في السراء والضراء. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش من صلاح دعائكم لايك شير اشتراك في القناه وتفعيل الجرس. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار تحت في الكومنتات، واشتركوا معايا هنا في القناه عشان تتابعوا كل جديد ان شاء الله، او كل فيديو ينزل لكم. هتلاقوا كده تحت الفيديو علامه اللي هي علامه الاشتراك، اضغطوا عليها هيظهر جنبها الاجراس، اضغطوا على الاجراس واختاروا كلمه الكل عشان يوصلك اشعار باي فيديو انا بنزله ان شاء الله باذن ربنا. اسيبكم في رعايه الله، دمتم بالف صحه سالمين عافيين يا رب العالمين، الى ان نلقاكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.